مقفولة. هكمل معاكم والكاميرا مقفولة، استأذنكم. طيب، نتكلم من الكبير للصغير. احنا بنبتدي اكبر حاجة موجودة هي البيداجوجي. كلمة بيداجوجي يعني ايه؟ يعني طريق كبير بيترسم. الطريق الكبير اللي بيترسم على حسب ايه؟ على حسب في الغالب النظريات الفلسفية بتاعت علم النفس. طيب، تحتيها بنقسم الاستراتيجيات. ماشي. بنقسم البيداجوجي الكبيرة دي لميثودولوجيز او طرق تدريس كبيرة. التدريس الكبيرة بيبقى ليها خطوات. يعني مثلا حد يقول لك أنا طريقتي inquiry based learning، أنا طريقتي بستخدم منهجية ستيم، أنا بستخدم منهجية problem based learning أو التعلم القائم على المشكلات. كل دي اسمهم methodologies. ليه؟ لأنها بتتكون من خطوات كبيرة قوي. الخطوات دي ممكن تاخد حصة كاملة على الأقل، ممكن تاخد مجموعة حصص عشان أطبق البيداجوجي ده، ممكن تاخد أشهر، ممكن تبقى السنة الكاملة ماشية على نفس البيداجوجي. طيب، تحتيها بقسم الخطوات بتاعة البيداجوجي بتاعي لاستراتيجيات صغيرة. الاستراتيجية عبارة عن إيه؟ أنا ليا هدف معين عند التلاميذ بتوعي عايزة أعمله. يعني مثلا في بداية الحصة بتاعتي أنا عايزة أعمل إنجيج، عايزة ألفت نظرهم، فبستخدم استراتيجية للهدف ده. عايزة أخليهم يدوروا عن حاجة ويجمعوا داتا، بستخدم استراتيجية تانية للهدف ده، وهكذا. فلازم يبقى في هدف عندي علشان أحدد الاستراتيجية اللي تنفع تحقق لي الهدف ده عند المتعلمين. طيب، الاستراتيجيات بتتقسم بقى بعد كده لمجموعة اكتيفيتيز أو مجموعة أنشطة. تمام. يبقى من الكبير للصغير. ماشي. الكبير خالص 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 ده اللي هو learning approaches. تمام. اللي هو ايا كان بقى learning approach بتاعي. تمام. اللي زي ما قلنا باخده من نظريات علم النفس. تمام. بعد كده هوت بيبقى فيه البيداجوجي بتاعي، الطريقه الكبيره. بعد كده الميثودولوجي، بعد كده الميثودولوجيز بتتقسم لعده استراتيجيات، خطوات كتيره باخدها. طيب، تعالوا ناخد اكزامبل للكلام ده. قبل ما ابتدي في الاكزامبل، حاجه من الحاجات اللي انا بسمعها كتير قوي: استراتيجيه القطر، استراتيجيه القفل والمفتاح. هل في حاجه اسمها استراتيجيه القطر واستراتيجيه القفل والمفتاح؟ قولي لي كده رايكم في الشات. شكرا. شكرا، دي اكتيفيتيز، دي انشطه يا جماعه. يعني القفل والمفتاح دوت ما هو الا وسائل تعليميه انا بستخدمها علشان احقق هدف الاستراتيجيه اللي انا بستخدم فيها الوسائل التعليميه دي او الاكتيفيتيز دي. تمام. طب تعالوا نشوف يعني ايه استراتيجيز وبعض امثله مهمه جدا للاستراتيجيز دي. انا هبقى ماشيه باللغتين، اللغه العربيه واللغه الانجليزيه. تمام. هحاول بقدر الامكان ان انا يعني اترجم اي حاجه موجوده على الشاشه قدامكم باللغه العربيه. بس انتوا ساعدوني، يعني اكيد تكونوا موجودين معايا علشان تساعدوني. تمام. الاستراتيجيات اللي احنا نستخدمها النهارده استراتيجيات تسهل لنا ان احنا نحول الفصل بتاعنا ل student centered classroom. يعني ايه student centered؟ يعني فصل قائم او فصل دراسي قائم على المتعلم. المتعلم هو اللي نشيط فيه، وانا دوري كمعلم ما هو الا guidance. انا بعمل جايدنس، بعمل ايه بحاول اعمل ايه جايدنس او مساعده، توجيه للطريق الصحيح، ارشاد وتوجيه للطريق الصحيح. انما انا نفسي ما ببقاش النشاط بتاعي اكتر من نشاط المتعلم. المتعلم هو اللي انشط، المتعلم هو اللي بيتكلم اكتر مني. تعالوا نحدد اهدافنا كده، لان زي ما اتعودنا من الورك شوب اللي فاتت، مفيش حاجه بنعملها الا لازم نحدد الهدف منها. تمام. ففي نهايه الليكتشر الجميله بتاعتنا دي لازم نفرق ما بين الاكتيف ليرنينج، ماشي، من اول الاكتيفيتيز علشان خاطر اعمل اكتيفيتي بس وابقى ظاهره ان انا بطبق ورق وبعمل، ولا اعمل اكتيف ليرنينج علشان خاطر الليرنينج سيك، عشان خاطر المتعلم والعمليه التعليميه. تمام. هنجرب 4 cooperative learning strategy.
cooperative learning strategy هو نوع من انواع الاستراتيجيات، استراتيجيات التعلم التعاوني، وده عيله كبيره من الاستراتيجيات، هنعرف اربعه منهم واحنا مع بعض كده اهوت ندي اكزامبلز كده، نعمل برين ستورمنج مع بعض، عصف ذهني مع بعض علشان نوصل لاكزامبلز من كل ماده من المواد اللي حاضره معانا. تمام. بكره بقى في اخر الورك شوب الجميله بتاعتنا، عايزين بقى ناخد عهد كده على نفسنا ان احنا في اقرب فتره ممكنه، ماشي، هنطبق واحده من الاستراتيجيات دي. في بدايه السنه نصيحتي دايما لكل المعلمين الجداد او حتى والله اللي عندهم خبره، ان انا بختار كام استراتيجيه بعود عليها الولاد عندي، بعمل بيها حاجه اسمها كلاس روتين. الروتين بتاع الكلاس روم بتاعي في اول اسبوع من الدراسه، اقعد اكرر لهم الاستراتيجي دي اسمها كذا وخطواتها كذا، بحيث ان انا لما اجي انفذها في خلال السنه الدراسيه، تمام، هتكون تنفيذها سهل. ولادي مش هيرتبكوا، ايوه يعني نعمل ايه، اكيد سمعنا الكلام ده كتير، انت طالبه مننا ايه، مش فاهم ايه اللي انت عايزاه، المفروض الخطوه الجايه اعمل ايه. لا، بحفظهم وبدربهم عن طريق مجموعة استراتيجيز على مجموعة استراتيجيز اللي أنا هستخدمها في خلال السنة. تمام. هل معنى كده ان انا ما بغيرش او ما بدخلش حاجه جديده؟ بدخل عن طريق تغيير الاكتيفيتيز بقى اللي انا بختارها بعد كده. تمام. فاحنا هنتفق ان احنا من دلوقتي، من مجموعه الاستراتيجيات اللي احنا هناخدها، محضرين لكم مفاجاه. معلش يا ساره، انت قلت لهم عن المفاجاه اللي في اخر الورك شوب. ماشي، عندنا مفاجأة كده، محضرين لكم بوكلت جميل هنحطه على الويب سايت بتاعنا، في استراتيجيز كتير كمان اكتر من اللي احنا متكلمين او هنتكلم عليها النهارده. هختار من البوكلت دوت مجموعة استراتيجي، اتنين تلاتة أربعة على حسب قدرتي وعلى حسب مادتي وحسب عدد الحصص بتاعتي في الأسبوع. تمام. أدرب عليهم ولادي واشتغل بيهم طول السنه الدراسيه. انا هدرب الولاد عليهم في اول اسبوع اسبوعين من العمليه التعليميه من السنه الدراسيه، عشان بعد كده الولاد مش هيرتبكوا معايا، هيفهموا الاستراتيجيز دي ويفهموا القصد منها. طيب، علشان اعمل بلان قويه او خطه درس قويه، لازم اعرف اختار الاستراتيجيز بتاعتي صح. في ناس كتير قوي خصوصا المدرسين الجداد اللي عندهم ما شاء الله علم فظيع وبيستخدموا الاي اي تولز او تكنولوجيكال تولز حلو جدا، بيبقوا شطار جدا، بس ابص ادخل عندها الحصه احس ان الحصه بتاعتها مرتبكه. هي عندها تولز كتير واستراتيجيز كتير، وعايزه الولاد يعملوا الاستراتيجيز كلها في نفس الوقت، بدون ما يكون عندها فلتر للديزاين بتاعها، فلتر للدرس بتاعها، استخدم ايه وما استخدمش ايه، وايه اللي مناسب للبيربس ده، مناسب لولادي الليفل بتاعهم، ومناسب للهدف بتاعي اللي موجود في الدرس، ومناسب للخطوة بتاعة الميثودولوجي اللي انا بستخدم فيها الهدف ده. تمام. فهنعمل فلتر كده، ماشي، علشان اختار الاستراتيجية الصح في الوقت الصحيح. ماشي. انا محتاجه الستودنتس يعملوا ايه؟ هل هيفكروا؟ هل هيقرروا؟ هل هيشرحوا؟ هل هيعملوا حاجه؟ هل هيحلوا حاجه؟ هيعملوا ايه من دول؟ يبقى اول حاجه لازم يبقى عندي clear learning purpose، هدف تعلم واضح. تمام. مش الهدف الكبير بتاع الدرس، لا، انا الهدف الكبير ده بيبقى ليه خطوات، فلازم الخطوه بتاعتي تكون مناسبه للاستراتيجيه اللي انا هحقق بيها الخطوه دي. تمام. رقم اتنين، لازم اتاكد وانا بخطط ان الخطه بتاعتي اللي انا متخيلاها هتكون موجود فيها ان كل متعلم قدامي هيشارك. every learner participates. احنا متفقين ان الديزاين بتاعنا او التصميم بتاعنا دوت بيتناسب مع student centered classroom، التعلم القائم على المتعلم نفسه. فلازم علشان اضمن ان المتعلم ده وصل له المعلومه، لازم يكون يعمل participation، لازم يشارك، لازم يعمل حاجه، يعمل ديزاين، يعمل شرح، يفكر في حاجه، يحل في حاجه. تمام. لازم كل ستودنت اشوف العمليه التفكير بتاعته ماشيه ازاي.
تمام. عمليه التفكير او ان الطالب يفكر في تفكيره، ده حاجه اسمها ميتا كوجنيتيف ابيليتيز، او القدرات فوق الادراكيه. تمام. فهو هيفهم العمليه التعليميه. هو احنا يا جماعه بنعلم ولادنا ليه؟ علشان نخلق student او طالب او person بني ادم يقدر بكره يتعلم لوحده self learner. علشان اخليه يعرف يتعلم لوحده لازم يشوف خطوات التفكير بتاعته واضحه. تمام. رقم 3، سوري، رقم 4. ماشي. لازم التعلم بتاعي يكون قائم على اساليب التقويم او التقييم، الايفيدنس. ايه دليل التعلم؟ ايه هي الاسسمنت استراتيجيز بتاعتي؟ كل خطوه لازم يتبعها تشيكينج في الاندرستاندينج او تشيكينج البروجريشن بتاعي، او بشوف التقدم او التطور اللي وصل ليه المتعلم. بقيسه بدليل، دليل ليا انا اولا. تمام. دي كده ببساطة فلتر، امشي كده على الاربع شروط دولت فلتر كده علشان اختار الاستراتيجيز بتاعتي. طيب، معلش. هنبتدي بليرنينج استراتيجي عندي، وهي المفضلة عندي بستخدمها كتير قوي، اسمها جاكسو. جاكسو هي عبارة عن cooperative learning strategy او طريقة تعلم تعاوني. طريقة التعلم التعاوني رقم واحد، يعني انا عندي جروبس اوف ستودنتس، مفيش طالب بيتعلم لوحده. ما ينفعش امشيها individual learning، ما ينفعش امشيها تعليم كل طالب لوحده، لا، لازم تعليم تعاوني. يعني في قدامي مجموعات، وفي شروط لتقسيم المجموعات ديت. تمام. يبقى رقم واحد، جاكسو هي طريقة تعلم تعاوني. يبقى لازم يكون عندي جروبس. وهنتكلم بقى لما نيجي عن الديفرنشيشن ان شاء الله. مش عارفه ساره اكيد هتعلن عن الورك شوب بتاع الاسابيع اللي جايه، هيبقى فيها المراعاه الفروق الفرديه او التعلم المتميز. هنيجي نتكلم ازاي اصلا بنعمل الجروبس دي لان ليها شروط. تمام. طيب جاكسو دي بتتعامل ازاي؟ هي من اسمها كده، كلمه جاكسو يعني ايه؟ يعني بازل. حد يترجم لي كلمه جاكسو كده في الشات. جاكسو يعني ايه؟ البازل، اللي هي الحاجات اللي بتتركب مع بعض دي، قطع اسمها ايه؟ هي اسمها بازل تقريبا. تمام. القطع اللي انا بركبها على بعض عشان تتماشى مع بعضها. تمام. طيب، ايه خطوات الجاكسو؟ خطوات الجاكسو رقم واحد، انا مبدئيا بيبقى عندي نوعين من الجروبس في الجاكسو. النوع الاول اسمه هوم جروبس. تمام. قطع الاحجيه، شكرا، هي دي. ماشي. النوع الاول اسمه هوم جروبس، النوع التاني اسمه اكسبرت جروبس. نيجي رقم واحد، انا عندي درس كبير، الدرس ده ممل جدا، ماشي، بنستخدمه في البيولوجي بالذات، ماشي، اللي منكم مدرس او معلم بيولوجي، في جزء الايكولوجي، جزء بتاع علم البيئه. عشان خاطر هو جزء بيبقى فيه رغي كتير قوي، حاجه شبه الجغرافيا كده يا جماعه. تمام. ممكن ناخدها في قصه من القصص اللي متقسمه تشابترز كتير، او ممكن اخدها في اللغه العربيه في مثلا بيت شعر كبيره. تمام. فبجيب تكست كبير، حلو كده. التكست كبير ده او النص الكبير ده بقسمه لاجزاء، provided الشرط بتاعي ان الاجزاء دي ما تعتمدش على بعضها، كل جزء يكون قائم بذاته. تمام. زي ما قلت لكم كده، انا مثلا دوت في الايكولوجي، ماشي، في علم البيئة بالذات، لأنه بيبقى حاجة كده شبه إيه، الجغرافيا بتاعت توزيع السكان وعدد السكان ومش عارفة إيه والبوبيوليشن والكوميونيتيز. هو على فكرة جزء لذيذ جدا في البيولوجي، بس بيبقى ممل شوية على الطلبة في شرح. بجيب تكست كبير أو الدرس بتاعي بقسمه لقطعة قراية كبيرة، وقطعة القراية مقسمة لباراجرافز أو مجموعة قطع صغيرة. دي بقسم الهوم جروبس بتاعتي. الهوم جروبس بتاعتي، تمام، بتبقى متقسمة لكل واحد فيهم بديله قطعة من الدرس ده أو قطعة أو باراجراف من اللسن بتاعي. يبقى أنا قسمت اللسن بتاعي لمجموعة باراجرافز، وبجيب الأكسبرت جروبس، تمام، وبديهم قطعة من الدرس دوت علشان يذاكروها حلو جدا جدا جدا. تمام.
يذاكروها حلو جدا ازاي؟ انا لازم يبقى عندي ادوار في الجروبس بتاعتي، لازم يبقى فيه نوت كاتشر، لازم يبقى فيه تايم كيبر، لازم يبقى فيه عشان يقسم الادوار بتاعتي. فالهوم جروبس بتاعتي بالادوار، واحد فيهم هيمسك التايمر ويبتدي يقرا، مثلا واحد تاني يقرا الدرس ياخد نوتس، التالت الرابع يحاول يجاوب او يعمل اسئله على الباسج بتاعتهم، وبعدين يفهموا بعض او يشرحوا بعض او يعملوا مثلا مايند ماب صغيره على الباسج بتاعتهم. يبقى انا بدي الجزء، كل جزء من الدرس بتاعي اللي انا قطعته ده لكل واحد، جزء واحد لكل هوم جروب. تمام. بسيبهم يشتغلوا مع بعض لمدة ربع ساعة على الأقل. يبقى الفترة دي مش هتاخد أقل من ربع ساعة. عادة أنا بقسم الجاكسو على حصتين، كل حصة 45 دقيقة. فالحصة الأولانية بتاعت الهوم جروبس، الحصة الثانية بتاعت الإكسبرت جروبس. تمام. يبقى رقم واحد قسمت الدرس بتاعي لأجزاء كتير. رقم اتنين قسمت المجموعات بتاعتي. يعني مثلا أنا عندي 30 أو 25 طالب، بقسم خمس مجموعات في خمس طلبة. ماشي. 20 طالب أربع مجموعات في خمس طلبة مثلا. حلو كده. طيب. معلش أنا بعمل أدمات يعني رونجلي كده بكليك على البرزنتيشن. طيب. يبقى أول حاجة الجروبس دي مسكت وفهمت كويس قوي كل حاجة بتتكلم عن ايه في الباسج الصغيرة. بعدين هعمل جوه الجروبس بتاعتي تشيكينج فور اندرستاندينج صغير. يعني ايه تشيكينج فور اندرستاندينج؟ حاجة كده تشيكر صغيرة، هم فهموا اللي موجود في الباسج دي ولا لا. حلو كده. خلاص كده اول جزء او اول نص من الجاكسو خلص. الله. يبقى انا كده عندي خمس مجموعات، كل مجموعة فيهم عارفة معلومة غير التاني خالص. تمام بالظبط كده. عارفه جزء من الدرس غير الجزء التاني خالص. بعدين بعمل بقى الجيكسو، بعمل بقى القطع الاحجيه اللي مع بعض دي بجمعها. بعمل الاكسبرت جروب، بحيث ان الاكسبرت جروب بتتضمن واحد من الاكسبرت من كل هوم جروبس. يعني من جروب نمبر 1، نمبر 2 واحد، من جروب نمبر 3 واحد. فيجمعوني خمس طلبة يعملوا لي الاكسبرت جروبس الجديدة. كل طالب معاه جزء من أجزاء أو يقدر يشرح جزء من أجزاء الدرس. حلو كده. يبتدوا يشرحوا لبعض أجزاء الدرس بالترتيب اللي أنا عايزاه. وأنا هقول لهم الترتيب، أو هم عادي يرتبوا هم بنفسهم ترتيب غير منطقي، مفيش مشكلة خالص. لأن إحنا متفقين إن كل جزء من الدرس مش معتمد على التاني. تمام. مناسب لكي جي بروفايدد إن أنت تعملي سكافولدنج، تعملي لها ايه، تسهيلات. هقول لكم دلوقتي حبه تيبس اند تريكس كده اهوت لكل مرحله عمريه. اول ما اخلص. طيب. خلاص انا الولاد عندي في الاكسبرت جروب شرحوا خلاص وانتهوا خلاص من الشرح لبعضهم. يبقى انا كده كل جروب عندها الدرس بالكامل اتشرح فيها. طب النهايه بقى هنهي الموضوع ازاي؟ individual checker. كل واحد يعمل اكزت، يحل اكزت كويستشن لوحده عن الدرس. الاكزت كويستشن يكون واخد وقت طويل شويه، لانه هيتضمن جزء من اجزاء، كل جزء من اجزاء الدرس. تمام. بس كده خلاص خلصت الجاكسون في الحاجه. تمام. آه. انا كده دلوقتي خلصت. رقم واحد، هم قروا لوحدهم كل حاجه. معلش لحظه. خلص. رقم واحد، هم قروا، كل واحد فيهم قرا بالتفصيل الجزء بتاعه. بعدين فهم من البيرز بتاعته، فهم من الطلبة اللي جنبه هو بيتكلم عن ايه. ماشي. فهم اجزاء الدرس اللي باقيه. عملت individual assessment، فمعايا evidence ان كل طالب من الطلبة فهم اكتر. تمام.
مش انا اللي هصحح الاسسمنت هم اللي هيصححوا لبعض. فكل واحد هيبدل ورقته مع البير بتاعه او الدبل بتاعه اللي انا مقعداهم جنبه. تمام. علشان يصحح السؤال بتاعه، ابتدوا يعملوا ريفلكشن هم فهموا ايه. دي ببساطة شديدة الجاكسون. صعبة ولا لا؟ اللي بيحل لا، لا لا، مش في خبير واحد. خلي بالك، في الهوم جروبس اللي انا عملتها كلهم خبراء، كلهم بقوا اكسبرتس. عشان كده لما واحد ماشي منهم قدر يجمع في الاكسبرت جروبس كلهم بقوا خبراء، كل واحد فيهم خبير في الجزء بتاعه، فعشان كده سميتها اكسبرت جروبس. I think it's time consuming, right؟ الحقيقة هي مش time consuming، هي مش خالص. ليه؟ انا بكلمكم على الدروس بتاعه البيولوجي، دروس البيولوجي او الايكولوجي تايم كونسيومينج جدا ان انا اقعد ارغي فيها كده. لما بعملها بطريقه جاكسو بتوفر لي ثلاث ارباع الوقت. طيب انا هقول لكم حاجه ألذ. جربتها في الترم الاولاني في حاجه بره الايكولوجي، وكانت الحقيقه كانت اول مره اجربها. جربتها في الاستومك. اجزاء المعده بتاعتنا، الاجزاء بتاعتها كل جزء ليه وظيفه. فقطعت لهم الاجزاء اللي هي العضلات لوحدها، والانواع السيلز كل نوع لوحده، والهرم الانزيمز اللي بتفرز في المعده لوحدها. وابتديت اديتهم الاجزاء دي كل واحد لوحده وجمعتهم في الاخر، وعملوا لي مايند ماب في الاخر عن الاستامك. تمام. مش تايم كونسيومينج خالص، لان الاجزاء الممله اللي فيها شرح كتير بتتشرح بوقت اقل خالص. وهقول لك كمان فايده للجاكسو. الجاكسو كمان بيبقى فيها بير ليرنينج جامد جدا. بير ليرنينج يعني ايه؟ تعلم اقران. خلي بالك انت كمدرس ما شرحتيش حاجه. تمام. انت كمدرس ما شرحتيش حاجه، الولاد هم اللي شرحوا لبعض. فهم بياخدوا معلومات من بعض اكتر ما بياخدوا منك انت. واللطيف في الامر ان بيظهر فيها كمان المسكونسبشنز او سوء الفهم من الطلبه. يعني مثلا طالب فاهم جزء مش صح، لما واحد زميله يبتدي يصحح له فيبتدوا يرجعوا لك انت يشرحوا مين اللي صح فينا. فبتظهر المسكونسبشنز. فلا، هي مش تايم كونسيومينج خالص. بالعكس هي موفره للوقت، خصوصا في الدروس الطويله اللي فيها رغي كتير. تمام. حاضر من عيني. رقم اتنين، هي فيها active learning و peer learning أحسن من انتي لو شرحتي. فهم هيفهموا من بعض تمام اكتر ما يفهموا منك. تاني قصة الاكسبرت جروبس. تمام. الكلام ده صعب تطبيقه في مدارس وسجنات على ارض الواقع والله. انا طبقته كتير على ارض الواقع كتير جدا، لان بقول لكم هي بجد it's my favorite cooperative learning. it's my favorite. وعايزه اقول لكم بتعمل امباكت فظيع لما بتشرحيها قدام مثلا حد بيزورك. بتعمل امباكت مبهر، لان فعلا المعلم ما بيتكلمش خالص، الطلبه بيتعلموا من بعض في بير ليرنينج طول الحصه. ماشي. رقم واحد، بقسم الطلبه بتوعي جروبس. ماشي. بدي لكل جروب منهم جزء من الدرس بتاعي. رقم اتنين، ابتدي اعمل ميكس اند ماتش. فهعمل مثلا عندي 5 جروبات، كل جروب فيهم 5 طلبه. هاخد طالب من كل جروب عشان اعمل الجروب الجديد اللي اسمه اكسبرت جروب، بحيث ان كل جزء من اجزاء الدرس يبقى موجود في الجروبس الجديده. كل واحد من الاكسبرتس يشرح الجزء بتاعه، من الخبراء دول يشرح الجزء بتاعه للباقيين. وفي النهاية بعمل individual checker، بعمل تشيكينج لكل واحد لوحده. تمام. وبعد كده بيصححوا لبعض عشان يدوا فيدباك. تمام. حاجة صعبة. طيب ازاي بقى اطبقها للصغيرين؟ طيب انا عندي الفصل بتاعي مش 25 ولا حاجه، انا عندي الفصل بتاعي 27. فما ينفعش يتقسموا جروبس، عدد الجروبس مساوي لعدد الطلبه. يعني 4 في 4 جروبس او 5 في 5 جروبس. رقم 3، عندي طلبه مستواها ضعيف، فمش هضمن ان انا لما اخليهم اكسبرتس او يقروا او يفهموا مثال معين ان هم يقدروا يشرحوه جوه الاكسبرتس جروب صح. تمام. حاضر هعمل لكم طريقة التطبيق للكيجيز، وحاضر من عينيا كل ده هقوله حالا.
لا لا، ده لا ده من الكتاب. لا لا، معلش معلش. ماشي، انا لسه هقول له. هو ده اللي انا بقوله، هو ده اللي انا بقوله. لو الطالب فاهم غلط، لو في طلب، لو انا تنفع في الدراسات الاجتماعيه جدا، هو اصلا الايكولوجي علم البيئه هو جزء من الدراسات الاجتماعيه. تمام. طيب، نرجع تاني. رقم واحد، لو انا عندي عدد الكلاس روم بتاعي ما ينفعش يتقسم عدد الجروبس مساوي لعدد الطلبه. يعني 4 في 4 جروبس ما ينفعش، او 5 في 5 جروبس ما ينفعش. يبقى بعمل ايه؟ رقم اتنين، لو عندي طالب ضعيف، انا هميكس الجزئين دول مع بعض. لو انا عندي طالب ضعيف، او لو عدد الجروبس ما ينفعش تتقسم زي ما اتفقنا، 4 جروبس في 4 طلبه، او 5 جروبس في 5 طلبه. تمام. يبقى هعمل ايه؟ باخد الطالب الضعيف واديه لنفس الجزء، نفس الجزء بتاع طالب تاني قوي عشان يعمل له سبورت. يعني مثلا، بدل الاكسبرت جروب انا عندي واحد من كل هوم جروبس، لا، هيبقى فيه الجزء اللي فيه الطالب الضعيف هيبقى هو وطالب تاني معاه. يبقى انا كده خرجت من مشكلتين: مشكلة ان العدد بتاعي ما ينفعش يتقسم عدد او اعداد جروبس متساوية لطلبة متساوية. تمام. وخرجت من مشكلة الطالب الضعيف اللي ما ينفعش يشرح لوحده، او انا لا اثق ان هو ينفع يشرح لوحده. تمام. فاعمل له سبورت بطالب تاني قوي. تمام. ادي كده رقم واحد واتنين. رقم ثلاثة، ينفع للكيجيز فينفع للكيجز ان انا اخليهم بدل ما اديهم تكست يقروه، لا، هديهم مثلا بوكلتس. ماشي. هقسمه صفح لحروف يلونوها مثلا، او الوان على حسب اللي انا عايزاه، حروف او الوان، ويكملوا الكلمات بتاعتها. فكل جروب بياخد حرف. تمام. يبقى انا استخدمت صور، عملت سكافولدنج بصور، عملت سكافولدنج جوه الهوم جروبنج بانشطه بسيطه تفهمهم الجزء اللي انا عايزه اشرحه. انا مثلا عايزه اشرح اعمل اديشن، فهقسم الاديشن بتاعي على اجزاء. تمام. 1 digit addition مثلا، addition with zero, addition with more than 2 digits، بالاجزاء بتاعتي، بحيث ان انا اقسمهم للطلبه برسم، باوراق بتتملي، باكتيفيتي بسيط يركبوه مع بعض او يجمعوه مع بعض، ببلايدو يلعبوا بيه او يكونوه. عملت الاجزاء دي كده كلها. تمام. وبعد كده جمعتهم في الاكسبرت جروب، ابتدوا يوروا لبعض شغل بعض. اهو، انا عملت الاي بالبلايدو، فالاي فيها ووردز كذا وكذا وكذا، وانا عملت البي بالبلايدو وعملت البي فيها ووردز كذا وكذا وكذا. يبتدوا يحفظوا لبعض الووردز دي. في النهايه بديهم الووردز في اكزit تيكت صغنطوطه، ولون الحرف اللي انت اتعلمته من كل واحده دي. اكزامبل مثلا. تمام. فالكاتش في جاكسو ازاي ابسط التكست بتاعي، او ازاي ابسط الجزء اللي هيتشرح في الهوم جروبينج، او اللي هم هيفهموه لبعضهم في الهوم جروبينج، علشان يقدروا يشرحوه بنفس البساطة في الاكسبرت جروب. ماشي. يبقى تاني، انا بتكلم على اكزامبلز من مواد كتير. مادة مثلا الساينس بالنسبة للإيرلي ييرز أو للسنين الصغنطوطة، هعمل فيها جاكسو إزاي؟ جاكسو هتبقى عبارة عن، مثلا هعمل لهم زي ما مس سارة ما عملت معانا كده اهوت. هعمل لهم اسمها ايه القصة المصورة دي؟ اه، كوميك بوكس بتاعت القطة. بتاعت القطة. كوميك بوكس بتاعت القطة. تمام. هاخد الكوميك بوكس دي بتتكلم عن القطة. فالقطة بتاكل ايه؟ وبعديها القطة بتشرب ايه؟ طب هي من الماملز ليه؟ كل واحدة لوحديها في تشارت كده. تمام. والولاد يفهموها ويحكوها لبعض، وبعد كده يبتدوا يروحوا يلونوا بقى تشارت او حاجة بسيطة، ويروحوا للاكسبرت جروبس عشان يشرحوها، يشرحوا على الالوان بتاعتهم هم لونوا ايه. وانا بتابع الكلام ده وبعمل جايدنس في الكلام دوت از تيتشر. انا مش سايباهم لوحدهم، انا بعمل جايدنس معاهم از تيتشر، واحده واحده. تمام. دي كده اكزامبلز للسنين الصغيره، اكزامبلز للسنين الكبيره، واكزامبلز للمشاكل اللي ممكن تقابلني. جماعه،
كلمة scaffolding أو كلمة نظام السقالات أو نظام التسهيل على الطلبة بتوعي مهم جدا. إزاي أبسط الحاجة الكبيرة أو الاستراتيجية الصعبة، أبسط الخطوات بتاعتها بحيث يعملوها حتى لو مستواهم قليل، يعملوها بسهولة. إن أنا أستخدم التكست يبقى فيه ألوان على الكلمات المهمة، أستخدم صور وإنفوجرافيكس، أستخدم مايند مابس هم يلونوها أو يعملوها. دي كلها scaffolding tools بسيطة، بسيطة جدا بستخدمها بسهولة، وبتسهل على الطلبة بتوعي فهم التكست المعقدة. تمام. اتمنى تكون جاكسو سهله. ماشي. ادي كده اول اكزامبل لينا. الاول الهوم جروب، ساين سب توبيك لكل واحد فيهم. بعد كده الاكسبرت جروبس ستادي ويبتدوا يشرحوا لبعض التوبكس دي. وبعد كده بير تيتشنج يبتدوا يدرسوا لبعض. وفي النهايه الانديفيديوال تشيكينج. خلاص كده خلصت الانديفيديوال تشيكينج، ده مهم جدا، وخليهم هم اللي يصححوا لبعض. تمام. طيب نكمل. كده اتمنى جاكسو تكون سهله. ها. دلوقتي في النهايه انا ببتدي اعمل حاجه بعد كل استراتيجيه. خلي الكلام ده عاده عندك، بعد كل استراتيجيه تستخدمي لازم تتاكدي ان الطلبه فهموا جدا. واتاكد بده ازاي؟ اتاكد عن طريق حاجه اسمها ترانسفير اوف نوليدج. هل دي بتكون استراتيجيه دائمه ليا في الفصل؟ لا. احنا متفقين ان الاستراتيجي بختارها على حسب الاديوكيشنال بيربس. ماشي. على حسب الهدف التعليمي. ايه الهدف من اللي انا بعمله؟ جاكسو بتفيد جدا في الدروس الطويلة اللي فيها شرح كتير، رغي كتير، نقط كتير، متقسمة لسبتايتلز كتير، وعايزة تخلصيها في وقت قصير. تمام. جاكسو بتبقى المنقذ السريع جدا. جربوها يا جماعة والله. انا مش هقولك ان انت هتاخديها 100% وهتطبقيها 100% صح. ترايل اند ايرور. متفقين من الكلام ده من المره اللي فاتت. ترايل اند ايرور. تمام. قصه مصوره تقسمي ليها، تقسمي اجزاء الدرس بتاعك، تعملي قصص مصوره لكل هوم جروب يفهم منها جزء الدرس بتاعه. تمام. طيب نقدر بقى نعمل تيتشر تشيك بقى في الاخر، اتاكد ان ولادي فهموا 100% الدرس بتاعي بالكامل. اعمل حاجه اسمها ترانسفير اوف نوليدج، اتاكد ان في حاجه اسمها ترانسفير اوف نوليدج حصل. كلمه ترانسفير اوف نوليدج دي ازاي؟ البيداجوجي والميثودولوجي اللي ممكن تليد لكده اي ميثودولوجي يبقى فيها اكتيف ليرنينج، بتتعمل في البروجكت بيزد ليرنينج، بتتعمل في البروبلم بيزد ليرنينج. انا بستخدمها في 5 ايز يوميا تقريبا. بتبقى دي الاكسبلين والاكسبلور بتاعي، الاكسبلور والاكسبلين بتاعي بالنسبه للفايف ايز. هي المفضله عندي خصوصا في الدروس الطويله اللي انا عايزه اخلصها بسرعه، بتنجزني جدا جدا جدا. طيب نرجع تاني. ازاي اعمل ترانسفير اوف نوليدج؟ لازم اعرف الستودنتس بتوعي دول مجموعه المعلومات اللي اكتسبوها يقدروا يطبقوها في سيناريو جديد ولا لا. فممكن اجيب السؤال بتاعي على حسب سيناريو جديد هم ما قابلوهوش، تطبيق جديد للسيناريو بتاعي. يعني مثلا لو انا اديت بروبلم معينه وازاي يحلوها، واجزاء البروبلم وازاي يحلوها، اديلهم بروبلم بشكل تاني او بخطوات جديده. تمام. مثلا كده انتوا سامعيني ولا ايه؟ الصوت بعيد؟ لا، تمام. طيب. بس هبعلي الصوت. طيب عندك ممكن يكون المشكله من عندك. تمام. اعمل لهم كيس ستادي يا جماعه. تعرفوا الكيس ستادي ايه هي؟ اديلهم مثلا بالنسبه لينا احنا في البيولوجي، اديلهم حاله مرضيه تتعلق بالحاجه اللي عندي، او اديلهم حاله بالنسبه للبوبيوليشن بتاعي، الكوميونتي اللي انا بدرسه دوت. حاله مثلا اقول لهم احنا درسنا كده الكوميونتي والايكو سيستم ده كده بالكامل. طب ايه اللي هيحصل لو واحد من البوبيوليشن اختفى منه؟ واخليه يحلل الكيس ستادي دي، يحللها ويكتبها.
ده دليل قوي على التعلم، دليل قوي ان ايوه براكتس، بس مش براكتس عادي، براكتس في سيناريو جديد للي اتعلموه، نفس اللي اتعلموه بس بسيناريو وبشكل جديد. اتمنى كده ان انا اكون شرحت لكم بطريقه سهله. جايدد براكتس سيناريو، اوكي تمام، ممكن اقول عليه كده. تمام. لازم يكون في تطبيق جديد لنفس المعلومه، نفس المعلومه بتطبيق جديد. تمام. طيب، خلينا بقى نتكلم على حاجه مشهوره جدا، دي دايما اللي بياخدوها في السوشيال ميديا، ودايما بيستغلوه أسوأ استغلال، أسوأ استغلال. لما نيجي نتكلم على كيجن استراتيجيز، جماعة كيجن استراتيجيز هي مجموعة استراتيجيات للتعلم النشط والتعلم التعاوني. تمام. كيجن استراتيجيز ما بنتعلمهاش عشان خاطر أملى ورق، ولا علشان خاطر أعمل قفل ومفتاح، ولا هي في نهاية الحصة، لا، ممكن أعمل منها حصة كاملة. تمام. علشان اختار الكيجن استراتيجي المناسبة للحصة بتاعتي، عندي فور بيلرز، عندي 4 أعمدة كده بنسميهم بايز. تمام. 4 شروط علشان خاطر أعرف إن أنا بطبق الكيجن استراتيجي صح. رقم 1، لازم أضمن إن الطلبة بيعتمدوا على بعض بس اعتماد إيجابي. يعني أنا ما عنديش طالب مغيب، مفيش طالب مغيب جوه الجروب بتاعي. يعني ايه مفيش طالب مغيب؟ اي طالب اقل من المستوى بتاع الكلام اللي انا بشرحه بعمل له سكافولدنج زي ما احنا متفقين، بعمل له تسهيل او سقالات ليه الحاجه اللي انا عايزه اشرحها. يبقى positive interdependence. مفيش طالب بيشرح والباقيين بيسمعوا وما بيشتركوش، لا، لازم اللي بيسمع بيشترك وبيحل في الاخر. كده رقم 1 positive interdependence. رقم 2 individual accountability. يعني ايه؟ كل طالب قادر انه يعتمد على الطالب اللي جنبه وهو في امان، مش خايف، مش في الاخر هيقول لك يا ميس تعالي اشرحي لي انا مش فاهم منه حاجه. اوكي. الكلام ده هيجي ازاي؟ هيجي بالتدريب. زي ما اتفقنا، انا من اول اسبوع في مجموعه استراتيجيات ماشيه عليها، والطلبه على طول بيتدربوا مع بعض فيقدروا يتدربوا ازاي يفهموا من بعض. equal participation. مفيش ستودنت مستخبي اصله مكسوف يتكلم، مفيش ستودنت بيقول لي لا انا مش عايزه اشارك مع الجروب، مفيش ستودنت ساكت والباقيين بيشرحوا له، لا، كله بيشارك equally. تمام. اخر حاجه، لازم كل حاجه تحصل بالتزامن مع بعضها، يعني الجروب ده بيشارك وبيفكر، والجروب اللي جنبه بيشارك وبيفكر، والجروب ده بيشارك وبيفكر، مش جروب واحد شغال والباقي بيتفرج عليه. ما ينفعش simultaneous interaction. ماشي. مفيش ستودنت واحد دوميننت، مفيش ستودنت واحد هو اللي مسيطر على كل حاجه والباقيين بيتفرجوا، مفيش ستودنت جروب واحد هو اللي عامل الدوشه والباقيين بيسمعوا لهم، لا، كل حاجة بتحصل بالتزامن مع بعض. بيحضرني في الكلام دوت الناس بتوع كوجني او الناس بتوع الامريكان دايما بيقولوا في الكلام دوت، او في كيجن استراتيجيز او في الاكتف ليرنينج استراتيجيز عموما، organized chaos. يعني ايه؟ الولاد بيتحركوا في دوشة كتير في الكلاس، بس كل ولد عارف هو بيروح فين وهدف اللي بيعمله ايه. فانا لو دخلت لقيت عندك ان مفيش ستودنت قاعد مكان، مفيش ولا واحد قاعد مكانه، انتوا متخيلين؟ والستودنتس كلهم صوتهم 2 or 3، مش اكتر من 2 or 3، يعني ما بيزعقوش، ما فيش ليفل 4 educational maths، برافو عليكي فعلا. تمام. بس كل طالب عارف بالظبط هو ايه هدف اللي بيعمله. تمام. واضح. organized chaos، خلي في دماغك الكلمتين دول، فوضى منظمة او فوضى هادفة. تمام. طيب نكمل. هنبتدي بأول واحدة، بالذات الطلبة او الفصول اللي بيبقى فيها طلبة ضعاف عددهم الى حد ما متوسط، مش كتير جدا، مش هو اللي غالب. تمام. بحب جدا اعمل البير كوتشنج اللي هو الرالي رابط.
الرالي روبن والرالي كوتش دول اتنين استراتيجيز بستخدمهم، والتايم شير والتايم ثينك بير شير. تمام. الثلاثه استراتيجيز دول رالي روبن، رالي كوتش، تايم بير شير، الثلاثه دول بتبقى عباره عن بيرز بيقعدوا مع بعض. تمام. ايه ده، هو انا شويه هعمل الكلاس روم بتاعي جروبس وشويه هعمل الكلاس روم بتاعي بير؟ انا بحاول والله اوضح باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه. حاضر. هو انا حابه هقسم الكلاس بتاعي او الفصل بتاعي لمجموعات وحابه ثنائي. الحقيقه احنا بنقسم بطريقه ذكيه بحيث ان المجموعه اللي فيها أربعة خمسة يقدروا يلفوا جزء منهم مش كلهم، يلفوا بس التيبلز بتاعتهم كده يتحولوا من جروبس او مجموعات لبيرز ثنائي. ممكن بعد كده ان شاء الله في كيفيه التنظيم بتاع الكلاس روم والكلاس روم انفايرمنت الاسابيع اللي جايه ان شاء الله نقول لكم ازاي بتتعمل الكلام ده. تمام. فانا ساعات بمشي الاكتف ليرنينج استراتيجي بتاعتي كجروبس في نفس الفصل، اقدر اقلبها لبيرز، ودي الشطاره بتاعتي. تمام. دي الشطاره بتاعتي، دي اسمها ترانزيشن تايم يا جماعه، ودي ليها ترانزيشن تايم او وقت الانتقال من اكتيفيتي لاكتيفيتي او من استراتيجي لاستراتيجي، ودي ليها طريقه في حد ذاتها ازاي اعمل روتين للفصل بتاعي وانظمه. ازاي اعمل علامه بسيطه، ماشي، اعمل علامه بسيطه، حاجه بسيطه كده، ماشي، ارفع علم، اقول كلمه، اقول اسم الاستراتيجي، يقوموا اوتوماتيكلي حافظين هم محولين التيبلز بتاعتهم من جروبس لبيرز. هنبتدي برالي روبن. ماشي. انا عايزه اشوف مثال تطبيقي داخل فصل. اطلب من المعلم mention as many action verbs as you can in 1 minute. برافو، حلو جدا، دي طريقه فعلا. ماشي. الرالي روبن بيحصل ايه؟ بيبقى عندي تايمر ما بين كل بير والتاني. حلو. كل بارتنر، كل بير يعني البنوته دي هتقول مثلا 5 افعال. الولد مش هيكرر، no repeats allowed. ماشي. هيقول 5 افعال تانيين. ادي كده هدف من اللغه الانجليزيه واللغه العربيه. مثلا البنت هتقول 3 من الفانكشنز بتاعت سيستم معين، والولد هيقول 3 تانيين من الفانكشنز لنفس السيستمز. ماشي. البنت هتقول اجزاء او مكونات الايكو سيستم، الولد هيبتدي يعرف الاجزاء دي. تمام. يبقى هم بياخدوا taking turns، ماشي، ان هم يجاوبوا الاسئله اللي انا بديها. تمام. حلو. taking turns بيجاوبوا على حاجه ويردوا على بعض، ما بيكرروش، مفيش تكرار. تمام. ده بيخليني اسهل كذا حاجه، ليها كذا اوبجيكتيف، مش بس keep both students equally engaged. رقم واحد، بضمن ان الستودنتس بتوعي كلهم engaged في نفس الوقت، كلهم جوه الاكتيفيتي. رقم اتنين، انا عينيا في البيرز بتلقط الستودنت اللي struggling او الطالب اللي بيعاني في المعلومه دي اكتر ما يكون الطالب ده مستخبي جوه الجروبس. ماشي. رقم ثلاثة بيحصل peer learning مقصود، بيحصل تعلم أقران مقصود. فمثلا ممكن المعلومة اللي البنت تقولها ما يكونش الولد فاهمها 100%، فلما تقولها وتكررها قدامه يفهمها بنسبة 100%. بيتم بعد شرحك انت للدرس، او بيتم بعد اكتيفيتي اولاني هم فهموا منه الدرس. ممكن بيتم بعد فيديو يتفرجوا عليه، اوديو ان فيديو بروتوكول كده عملتيه جميل. ممكن يتم بعد الجاكسو. ممكن يتم بعد فيديو مثلا عن طريقة حل مشكلة او طريقة حل مسألة في الماث. تمام. نفتكر البايز بتاعتنا، البوزيتيف انترديبندنس، الانديفيدوال اكونتابيلتي، لازم يعتمدوا على بعض بطريقه ايجابيه. كل واحد فيهم بيشارك، مفيش واحد بيتفرج على التاني، لازم كل واحد فيهم بيعتمد عليه. تمام. ينفع اكزيت تيكت، وينفع تشيكينج فور اندرستاندينج، تذكره خروج، او كجزء بشوف الولاد فيهم ايه في جزء معين من الدرس. لازم هما الاثنين يشاركوا زي بعض. لازم
كل البيرز بتوعي او كل الثنائيات بتاعتي جوه الفصل بتشارك في نفس الوقت. دي لاري لوبن. تمام. اللي شبيهة بيها قوي علشان كده هي still example 1 timed pair share. التايمد pair share هي تقريبا نفس الحاجة، ماشي، بس ممكن احولها ان الستودنت يسألوا بعض. يعني اديهم جزء من الدرس ويعملوا عليه حبة أسئلة. تمام. جزء من الدرس يعملوا عليه حبة أسئلة، وكل واحد يسأل التاني والتاني يرد. ماشي. دي كده timed pair share. كل واحد عنده 30 ثانية عشان يرد على سؤال التاني. ماشي. او ممكن، الله، انا حابه قوي الامثله اللي بتجيلي من ميس يسرا. جميل يا ميس يسرا، حلوه قوي. ماشي. ميس يسرا كمان لفتت انتباهي لحاجه. لازم كل استراتيجي يبقى ليها برومبت. برومبت يعني ايه؟ الكلمه او الجمله اللي انا هديها. البرومبت ده بيبقى عباره عن ايه؟ التعليمات اللي حضرتك بتديها للطلبه بتوعك عشان ينفذوا اللي هم عايزينه. تمام. فلازم انا ادي برومبت يوضح لي الخطوات بتاعتي، ويوضح لي هم مطلوب منهم ايه، ويبتدوا يشتغلوا البيرز مع بعض، وانا اكون موجود جايدنس. دي كده التايم بير شير. وتاني اكزامبل. تمام. الاكزامبل الرابع، ودي واحده برضو من المفضله عندي. ليه؟ لان هي دايما بيبقى عندي طلبه، ولو تلاحظوا الطلبه الشطار المتميزين قوي 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 في وقت كتير بيستخبوا. يستخبوا كده وبيبقوا بيتكسفوا يتكلموا، خصوصا لو حد من الجروبس بيشرح حاجة غلط أو بيتكلم غلط. الطريقة دي هتضمن لي إن أنا أعمل تشيكينج فور أندرستاندينج سريع، تضمن لي إن كل واحد من الجروب فاهم اللي الباقيين فهموه، هتضمن لي إن أنا أكتشف مين اللي عنده الجزء الضعيف في كل جروب. فرقم واحد، دي اسمها numbered heads together. ماشي. انا بيبقى عندي البوبسيكل سكيلز اللي هي الستيكس اللي هي الاعواد بتاعت الايس كريم دي، مرقماها من 1 ل5 او من 1 ل4 على حسب عدد الجروبس بتاعتي، عدد الطلبه في كل جروب، في كل مجموعه. تمام. رقم واحد، رقم واحد، ادي لكل طالب، ماشي، رقم من الارقام دي. فمثلا كل مجموعه عندي بتتكون من 4 طلبه، يبقى كل طالب معايا رقم من 1 ل4، 1 2 3 4. انا في ايدي انا في ايدي انا في ايدي الاربعه ستيكس دولت اللي هي الارقام من 1 ل4. تمام. هديلهم حاجه يفكروا فيها واسيبهم شويه. تمام. اسيبهم يفكروا شويه. بعد كده هاتس توجذر، نبتدي نجمع بعض. مثلا هفرجهم على فيديو صغير، والفيديو ده عليه 3 أو 4 اسئله، واخليهم هيدز توجذر يعملوا لي مايند ماب للفيديو اللي اتشرح ده. خلينا ندي مثال لجريد 1. ماشي. جريد 1 مثلا بياخدوا ايه في الساينس؟ اديني كده، او في الماث او في العربي، اي جزء، اي درس انت بتاخديه مس ايمان. اديني مثال لدرس عشان احط لك المثال التطبيقي على الدرس بتاعك. اي مثال للكيجز، كيجز او جريد 1، ادوني بس اسم الدرس. بلانت بارتس، حلو جدا. رقم واحد بفرجهم على فيديو للبلانت بارتس. تمام. دي كده رقم واحد. رقم اتنين، هخليهم يلونوا البلانت بارتس ويجمعوها. انا عندي جاكسو كده او بازل كده بسيطة عاملاها انا لاجزاء النبات، يلونوا كل جزء بلون مختلف ويكتبوا اسمه عليه. تمام. ويجمعوه في مكان واحد، في مايند ماب مثلا او في دايجرام واحد. تمام. ادي كده هيدز توجذر. رقم ثلاثة، انا معايا الارقام من 1 ل4، هم شرحوا لبعض الاجزاء كلها. ابتدي اسحب رقم نمبر 1. can you please point out مثلا نمبر 1 من جروب 1. ماشي. ممكن مثلا تشاور لي على النبات، الورق بتاعت النبات. هيشاور. هقول طيب، الرقم رقم 4 من نفس الجروب، هل ده صح ولا غلط؟ واللون اللي استخدمه ايه؟ تمام. يعمل ريفلكشن. رقم تاني، اروح للجروب التاني. طيب ايه هي وظيفة الليف؟
ايه وظيفة الورقة؟ هيقول لي. طيب رقم 4 من نفس الجروب، قول لي كلامه صح ولا غلط؟ هيصحح. تمام. انا ببتدي اختار من الارقام اللي معايا عشوائيا كده، بس ما بكررش الاختيارات في الجروب الواحد. تمام. وابتدي اسال تارجتد كويستشنز، يا ريت اكون محضراهم قبليها بيوم على الفيديو ده. تمام. وابتدي اراجع الكي برنسبلز بتاعت الفيديو او بتاعت جزء الدرس اللي احنا اخدناه ده، ماشي، مع كل طالب. حاجة صعبة كده؟ ها؟ اتمنى نكون ببساطة شديدة كده numbered heads together شرحناه وادينا امثلة عليهم من كيجيز. تمام. next. كويز. ماشي. كويز تريد. دي بيبقى عبارة عن ايه؟ مجموعة بطاقات، دي بحبها قوي في الكبار. ماشي. مجموعة بطاقات، بعمل كل بطاقة لدرس ستيكي نوتس. يا جماعة ستيكي نوتس بسيطة. تمام. بحط على كل ستيكي نوتس، انا ممكن اخليهم هم اللي يعملوا الستيكي نوتس دي، او ممكن يعملوا هم الاسئلة دي. انا خلصت الدرس بتاعي وعايزه اعمل تشيكينج فور اندرستاندينج سريع، ويتضمن لعبه بسيطه يتخليهم رقم واحد يتحركوا من مكانهم ما يقعدوش في مكانهم، رقم اتنين يتحركوا بطريقه مدروسه، وكل واحد فيهم يسال التاني. ماشي، يساله ويشرح له، يعمل كوتشنج. تمام كده. طيب رقم واحد، بحضر البطاقات بتاعتي، كل بطاقه من قدام عليها سؤال، من ورا إجابة السؤال. تمام. أوزع البطاقات بتاعتي على الطلبة، نخليهم يقوموا من مكانهم، يبتدوا يتحركوا، كل واحد يدور على بير ليه، بير بتاعه. ماشي. يبتدي يسأله السؤال بتاعه، لو جاوب صح تمام، ما جاوبش صح يعمل له كوتشنج، يقول له الإجابة الصح ويشرحها له. والتاني نفس الموضوع، يسأل الولد الأولاني. لا الصوت ما راحش، سامعيني؟ مستر محمد، لا انت بتنوع الارقام في نمبرد هيدز توجذر، بتنوع الارقام، ما بتسالش نفس الارقام من كل جروب. وممكن تعملها كمسابقه. انا ساعات كتير بعملها كمسابقه في الفصول اللي فيها مستوى عالي شويه كتير. تمام. فبختار الرقم، واسرع واحد يجاوب على السؤال اللي بيطلع هو اللي بيكسب. وبعد بوينتس للجروبس. تمام. طيب ممكن إجابة لنفس السؤال، وممكن إجابات لسؤال تانية. يعني ممكن different groups يتسألوا different questions، أسئلة مختلفة. ممكن نفس السؤال لكل الجروبس مع بعض، وأسرعهم تحسبي له البوينتس. تمام. بس الكلام ده بيحصل للفصول اللي فيها dominant أو mostly أو أكترهم طلبة above level، طلبة شطار. فبعمل ده عشان يحفزهم لسرعة التفكير. ماشي، عشان ابني سكيل السرعة او مهارة السرعة عندهم. طيب كويز تريد، يبقى اتفقنا نحضر اوراق، ماشي، ستيكي نوت، من قدام عليها السؤال، من ورا عليها الإجابة. كل واحد يدور على البير بتاعه، ويسأل البير بتاعه سؤال ويجاوب عليه. ماشي. لو الولد جاوب تمام بيتنقل التاني يسأله. ماشي. لو ما جاوبش بيعمل كوتشنج، يبتدي يشرح. صح. يبتدي يشرح اللي هو السؤال اللي سأله ده للولد ما عرفش يجاوب عليه. طيب وبعد كده يبتدوا يدوروا تاني، يبدلوا، كل واحد يدي للتاني السؤال بتاعه، انا هديك سؤالي وانت هتاخد سؤالي، وندور مرة كمان على بيرز جديدة. فدور على بيرز جديدة، يفضلوا يتحركوا لحد ما اتأكد ان كل ولد من الفصل جاوب على الاقل مجموعة الاسئلة كلها ان انا اديتها، كمراجعة، كتشيكينج فور اندرستاندينج. ماشي. ك ك ك كايه، كمسابقة. ماشي. انا خلاص خلصت الدرس بتاعي وعايزه اعمل لهم كويزز، اقدر اتاكد ان هم كلهم فهموا، كلهم يقدروا يجاوبوا الاسئله بتاعتي، يعني اختلاف ليفل الصعوبه. ماشي. ويقدروا يشرحوها. حلو كده. طيب ادي كده بسهوله شديده كويز تريد. تالت استراتيجي من كيجنز،
تمام. الاستراتيجي الجايه بقى هي استراتيجي ما حصلتش. بستخدمها في ايه؟ بستخدمها في ستيم يا جماعه. دي مدخل من مداخل ستيم. اللي منكم ما يعرفش يعني ايه ستيم، ستيم هي منهجية تصميم مناهج. مش بس زي ما الناس بقى بتقول روبوتكس وبروجرامينج. لا، منهجية تصميم منهج كامل. ماشي، ازاي ببني منهج كامل؟ ستيم هي منهجية ببني منهج عن طريق ان انا بكامل ساينس، تكنولوجي، انجينيرينج، وارتس، وماث. ساينس، انجينيرينج، العلوم، التكنولوجيا، الهندسه. تمام. الرياضيات، و الارت او الفنون بجميع اشكالها. الفرق ما بين ستيم ويمين سامحه كمان، اديكي بقى المعلومه الجديده ان في ستريم كمان. احنا شرحناهم في ورك شوب قبل كده فور فري، ان التلاته اسماء لحاجات واحده بس باختلاف عدد المواد اللي انا بكملها مع بعضهم. يعني في ستاب انا بكامل الساينس، التكنولوجي، الانجينيرينج، والماث، اربعه بس، اربع مواد بكملهم مع بعض. ماشي. في ستيم بزود عليهم الارتس او الفنون. ماشي، حاضر هترجمها دلوقتي. ستريم بزود عليها الريدنج والرايتنج، القرايه والكتابه. ماشي. معناها منهجيه تصميم مناهج يا مستر محمد. منهجيه حاجه، طريقه ازاي اصمم بيها مناهج. اصمم مناهج معتمده على التكامل ما بين المواد، على مهارات القرن الواحد والعشرين، على طرق حل المشكلات، على طرق بناء المشاريع. تمام. فالطلبه بتوعي مش مطالب بس، لا، ده بيصمموا مشاريع، وبيصمموا بحث علمي، وبيصمموا حاجات كتير قوي قوي قوي. دي منهجية ستيم. فمش كل مادة لوحدها زي ما بندرس، مش العربي لوحده والإنجليش لوحده، وده منهج وده منهج، لا. المناهج كلها مترابطة مع بعضها تحت سمة معينة أو ثيم معين. تمام. لو تسمعوا عن نظام الاي بي او الانترناشونال بكالوريا، شغال بالنظام ده، تقدروا تعملوا بحث عنه. من احد البيداجوجيز او طرق التدريس الكبيره الستيم هو الانكوري بيزد ليرنينج. حلاوه الانكوري بيزد ليرنينج او التعلم القائم على الاستفهام او التعلم القائم على الاسئله، ان هو مدته قصيره، اقدر اطبقه في حصه حصتين، اقدر اطبقه في اسبوع. ماشي يا استاذه علا، انا علا برضه. الاستقصاء، شكرا. انكوري بيزد ليرنينج، انكوري استقصاء، مش استقصاء دي يعني بوافق على حاجه وبلغي حاجه. مش عارفة هي قصة انكوري لايقة على استقصاء ولا لأ، بس ما علينا. انكوري يعني أسئلة. تمام. هل في اللغة العربية استقصاء يعني أسئلة؟ معلش، أنا قوية طبعا، واضح عليا إن أنا قوية قوي في اللغة العربية، بس يعني ساعدوني في الحتة دي. الانكوري بيزد ليرنينج بيعتمد ازاي او بيتعمل ازاي؟ مجموعة الخطوات اللي احنا شايفينها قدامنا دي. تمام. رقم واحد، بديهم حاجة يبصوا عليها وتبتدي تخلق عندهم أسئلة. بحب قوي استراتيجيات ايه، احنا متفقين ان انكوري بيزد ليرنينج ده ميثودولوجي طويله. تمام. فهنقسمها لخطوات. اول خطوه وندر اند نوتس. تمام. اديلهم حاجه يبتدوا يحطوا اسئله عليهم. ممكن الحاجه دي استخدم فيها البيج كويستشن، الاسينشال كويستشن، السؤال الاساسي او السؤال الكبير. تمام. ممكن اديلهم لو هم سن صغير، اديلهم صوره واقول لهم look think and wonder. تمام. بصوا على الصورة، فكروا الصورة دي فيها ايه، وابتدوا اسألوا عليها أسئلة. اسألوني ايه الأسئلة اللي بتدور في دماغكم. ممكن ابتدي بحاجة جميلة قوي قوي قوي، وبعتبرها أهم حاجة في الانكوري بيز ليرنينج، موديل اسمه CER. CER معناها ايه؟ Claim Evidence Reasoning. ماشي. اديهم سؤال كبير يحطوا عليه كليم او فرضية. تمام. رقم اتنين، ابتدوا بقى يعملوا الانكوري. تعالوا بقى نبتدي نجاوب على الأسئلة دي.
في الخطوة الأولانية بيبقى مفيد جدا إني أقسم الدرس بتاعي لمجموعة أسئلة، وأحاول إن هم بيسألوا الأسئلة بتاعتي أعمل لهم جايدنس كده نواحي أو ناحية الأسئلة اللي أنا عايزاهم يسألوها. وأنا بتناقش وبجمع منهم الأسئلة بوديهم I'm guiding them أو بسوقهم كده ناحية الأسئلة اللي أنا عايزاهم يسألوها. تمام. I'm guiding them toward what I want them to think about, what I don't want them to wonder about. عايزاهم يسألوا عن ايه. اسمها CER Claim Evidence Reasoning. ماشي. هي اسمها CER Model. ده اسم الاستراتيجية اللي ممكن استخدمها في نوتس ووندر وتكمل معايا لحد آخر الدرس. تمام. لحد آخر الميثودولوجي. تمام. سي اللي هي claim، E اللي هي evidence، R اللي هو reasoning. انا بكتبهم لكم اهم في الشات، ان شاء الله تكونوا شايفينهم. claim evidence reasoning ده بحب دايما ابتدي بيه الانكوري بيست بتاعي. فهديلهم سؤال كبير يبتدوا يحطوا عليه فرضية، يبتدوا يقسموا السؤال الكبير ده لعدة أسئلة بتيجي في دماغهم. تمام. مثلا هديلهم فيديو ان ال الشمس بتشرق من الشرق وتغرب في الغرب. ايه اللي بيحصل؟ طيب هو ليه الشمس بتشرق من الشرق وبتغرب من الغرب؟ يبتدوا يحطوا فرضية، يبتدوا يحطوا مجموعة أسئلة. هل الشمس بتتحرك؟ هل الأرض هي اللي بتتحرك؟ طيب الاتنين بيتحركوا مع بعض. طيب ايه السبب ان الشمس بتيجي بتشرق من الشرق وبتغرب من في الغرب؟ حطوا الأسئلة بتاعتي. يبتدوا يعملوا انكوري. ماشي. الانكوري عبارة عن ايه، او الانفستيجيشن عبارة عن ايه، او التساؤل او الاستقصاء ايا كانت الترجمة بتاعتها. تمام. يبتدوا يدوروا بقى، يعملوا بحث، يحاولوا يجاوبوا الأسئلة دي، يبصوا في الكتاب، يشوفوا فيديو، افرجهم على كوميك بوك انا عاملاه. ايا كانت الطريقه احط لهم. انا بحب دايما في الجزء ده بالنسبه لاولادي احط لهم مجموعه اسئله كده اهوت اللي هم سالوها لي جوه ورك شيت، وادي لهم يعملوا البحث بتاعي جوه كتاب المدرسه. يبتدوا يدوروا في الجزء اللي انا محدداه، بتبقى صفحه او صفحه ونص بالكتير، عن اجابات الاسئله دي. اجابات الاسئله دي هتكون الكويشن والانفستيجيشن بتاعهم. يبتدوا يعملوا اجابات. يبقى هما كده سالوا، عملنا الانكوري، خدنا الاسئله بتاعتنا، وابتدينا ندور على الحلول بتاعتها. ابتديت اجمع ايفيدنس، اجمع دلائل. ماشي. بصوا على الكتاب وبصوا على الفيديو وعرفوا، وعرفوا هم بيعملوا ايه. عرفوا الشمس بتطلع منين وبتشرق منين، وازاي احدد الايست، ازاي احدد الويست. الشمس بتتحرك ولا لا، الارض بتتحرك ولا لا، السبب في حركة الشمس and so on. ابتدينا نجمع evidence. الشمس بتتحرك والارض بتتحرك، بس السبب ان انا بشوف الشمس بتتحرك الحركة الابارنت موفمنت بتاعتها دي. تمام. هي ان ببساطة شديدة الارض هي اللي بتتحرك، الارض هي اللي بتدور. هو كده جمع ايفيدنس. ماشي. جمع ايه؟ ادله على الحقيقه العلميه بتاعتي. تمام. بعد ما جمع الادله نبتدي نتكلم بقى مع بعض، نبتدي نشرح. يلا الشرح ده بيكون في ايه؟ بيكون جوه الورك شيت. يبتدي يكتب ريفلكشن الريزننج بتاعه. اخر جزء بتاعي من السي اي ار موديل عمل الريزننج، يبقى هو كده شرح الظاهرة بتاعتي. بتنفع ايه؟ بتنفع مع اي، يا مسعودة بتنفع مع اي صف، من اول الصغيرين لحد الكبار، طالما انا بعمل تبسيطات للخطوات اللي انا قلت عليها دي. يعني بدل ما افرجهم فيديو بس، لا هوريهم كوميك بوك،
اوريهم كوميكس صغنطط لبنت بتتكلم والارض والكده. الصوت لسه بيقطع؟ هل الصوت بيقطع عند الجميع؟ نتاكد بس لان احنا عندنا الانترنت قوي. تمام. طيب يبقى نكمل. ماشي. عمل الريزنينج بتاعي وشرح سبب الظاهرة، وشرح كل حاجة. آخر خطوة بعملها زي ما اتفقنا لازم transfer of knowledge. هديله بقى سؤال بيحتاج تفكير كده شوية ويحتاج تجميع معلومات. طيب ايه اللي هيحصل لو الأرض بدل ما بتدور من الغرب للشرق تدور من الشرق للغرب؟ ماشي. تنفع في أي مادة، تنفع في كل المواد. جماعة أنا مدرسة بيولوجي طبعا زي ما هو واضح للأسف الشديد، فأنا بايظت قوي للساينس، فبدي اكزامبلز من الساينس. تنفع لكل المواد. تنفع في السبيكينج، تنفع في السبيكينج. مثلا تديلهم listening passage كده صغنطوطة. ماشي. الليسننج باسج دي واحد بيتكلم مع التاني. ماشي. حط لهم سؤال كبير عنها، بيحكوا مثلا قصة. ماشي. حط لهم سؤال كبير. هم قالوا ايه؟ طب حطوا الاسئله بتاعتكم. يلا نبتدي نشوف بقى جزء كده مكتوب لنفس الباسج وقروه. ماشي. علشان يبتدوا يتكلموا مع بعض in English and so on. يعني حاجات كتير قوي. مثال للكيجيز موضح باللغه العربيه. المثال الكيجيز اللي بحبه دايما دايما وشفته قدامي بيتعمل كانت الهيت ترانسفير، طرق انتقال الحرارة. تمام. انا عارفه ان هي صعبه. هو مش موضوع على فكره صح. في كوندكتورز وانزليترز، ده بيوصل حراره، ممكن يلسعني، ده ما بيوصلش. ماشي. فالمعلمه ادت لهم الاول فيديو صغنطط فيه معلقه خشب، معلقه معدن محطوطين في ميه سخنه. الولد جه يلمس المعلقه الخشب لقاها هديه وابتدى ياكل بيها. جه يلمس المعلقه المعدن لقاها سخنه، ما عرفش يمسكها. طيب نبتدي نسالهم what happened. notice and wonder. خلاص جمعنا الاسئله، حطيت انا الاسئله، خليتهم يسالوا الاسئله وكتبتها لهم على البورد او رسمتها لهم على البورد. ماشي. بعد كده يلا نحاول نجاوب. ايه اللي حصل؟ تعالوا نعمل بقى انفستيجيشن جوه الكلاس، واعمل لهم ورك شوب بسيطه، واعمل لهم انا والله هو ده المثال للكيجز اهو. تمام. اعمل لهم استقصاء بسيط، مجموعه صور مثلا، ايه اللي هيوصل الهيت او ايه اللي هيوصل الحراره وايه اللي مش هيوصل للحراره. تمام. يعلموا تيك رايت على موصلات الحراره وتيك رايت على اللي مش هيوصل. ماشي. بعد كده هو في الاخر بقى خالص ابتدي اديهم معلومات جديده او امثله جديده على الكوندكتورز والانزليتورز. يبقى هم كده عملوا انكوري بنفسهم، ابتدوا يتساءلوا، عملوا تجميع للداتا، جربوا وشافوا النتيجه، وفي الاخر خالص عملت لهم ترانسفير اوف نوليدج او عملت لهم على سيناريو جديد ومواد جديده تماما. انجلش ممكن تعمليها على الفيربس، ممكن تعمليها على البارتس اوف سبيتش. ماشي. امثله كتيره جدا ممكن ادي يا جماعه الخطوات دي لشات جي بي تي واقول له ديزاين الدرس ده عليها. معلش استاذنكم لحظه واحده وهعمل تاني. معلش. معلش انا اسفه سامحوني. نكمل. طيب انت هتقولي له لشات جي بي تي، هتقولي له صمم لي درس عن طريق
او بيتبع بيداجوجي يعني ايه؟ طريقه الاستقصاء. ماشي. في الخطوات التاليه، وتكتبي له الخطوات بتاعته. وصمم لي درس مثلا، اي درس عندك، تقولي له اسم الدرس. تمام. هيصممها لك على الخطوات، ويقول لك تعملي كل ايه، كل خطوه تستخدمي استراتيجيات ايه في البيداجوجي الكبيره دي. ماشي. وايه الخطوات اللي تعمليها. حلو كده. ماشي. طيب نكمل. حلو كده. يبقى انا كده، ايه هي الخطوات؟ الخطوات تاني، رقم واحد، بديلهم حاجه تبتدي تلفت انتباههم وتخليهم يسالوا اسئله. رقم اتنين، اجمع منهم الاسئله اللي عندهم. رقم ثلاثة، يبتدوا يعملوا ماشي أسئلة عن الأجزاء اللي أنا اديتها لهم دي. ماشي. يبتدوا يتساءلوا ويبتدوا يدوروا على إجابات الأسئلة دي، ويجمعوا أدلة. دور وجمع أدلة وجمع الحاجات اللي أنا عايزاه يفهمها، يبتدوا يشرحوها لبعض. وفي الآخر خالص هيجاوبوا على أسئلة فيها سيناريو جديد. دي الانكوري بيزد ليرنينج. تمام. طيب احنا كده خلصنا الاستراتيجيات بتاعتنا كلها. ده كده الانكوري بيز ليرنينج في انفوجرافيك بسيط. تمام. ممكن قصه مفتوحه النهايه، مفيش مشكله خالص. تمام. احنا ممكن انا كنت مجهزه لكم كده استراتيجي، قولوا لي كده تفتكروا انهي استراتيجي تنفع مع انهي ناحيه. ماشي. احنا الاستراتيجيات اللي احنا قلناها من الاول للاخر، الجاكسو محتاجها في الدروس الطويله اللي محتاجه شرح كتير، اللي عايزه اخلصها في جزء قليل. وفي الغالب بتبقى حلوة جدا في الدروس المملة بالذات. ماشي. رقم اتنين، الرالي روبن واللي شبهه تايمد بير شير، بحتاجها دايما ان انا اشغل كل اتنين مع بعض علشان تشيك فور اندرستاندينج في نهاية الدرس. ماشي. او اعرف هم فاهمين ايه من دروس قبل كده. تمام. رقم ثلاثة، استخدمنا نمبرد هيدز عشان اقفل الدرس بتاعي واعمل اسسمنت بطريقه ناجحه، او اعمل تقييم بطريقه ناجحه. نمبرد هيدز توجذر. رقم أربعة، استخدمنا ايه كمان؟ احنا قلنا ايه كمان؟ كويز تراب. استخدمناها علشان الولاد يتحركوا من مكانهم، يطلعوا شوية طاقة بتنفع قوي مع بتوع elementary. تمام. كويز تريد، معلش. اخر واحده اتكلمنا على بيداجوجي كبيره شويه بتاعت ستيم الانكوري بيز ليرنينج، او التعلم القائم على الاستقصاء. خلينا اترجم لكم. رقم واحد، انا محتاجه استراتيجيه تنفع ان انا انشط المعلومات السابقه، واشوف الولاد عارفين ايه من المعلومات السابقه عند الطلبه. انهي استراتيجي تنفع في دي اكتر حاجه؟ كويز تريد، حلو ممتاز. ها، مين تاني؟ انا مش هخليكم تقولوا ليه، عشان خاطر ما باخدش وقت زياده. رالي روبن تنفع، برافو. اي استراتيجيه من استراتيجيات كيجن تنفع. جاكسو مش هتنفع في دي، خلي بالك ده اكتيفيتي قليل. ماشي. ثينك بير شير، شكرا يا مس علا. ده اكتيفيتي حاجه قليله بعملها في اول الدرس يا ميس يسرا، علشان خاطر اشوف بس هم عارفين ايه، انهي معلومه اللي عارفينها من اللي فات. تمام. Heads together. طيب انا عايزه اقسم جزء كبير، درس كبير عندي، اقسمه لاجزاء، واتاكد ان كل طالب عندي بقى خبير. جاكسو، برافو، دي واضحه جدا. تمام. رقم واحد، لازم اخلي كل تيم ممبر، كل طالب عندي، ماشي، مسؤول انه يشرح جزء لجروب كامل. ماشي. يشرح الجروب بيجاوب انهي اجابه ينفع في جاكسو وينفع في نمبرد هيدز توجذر، لان كلهم بيبقوا عارفين الاجابه. نمبر هيدز توجذر بالظبط، كلهم بيبقوا عارفين الاجابه، وكلهم بيبقوا عارفين الاجابه دي اختارها ليه. تمام. بدي البارتنرز الاثنين وقت متساوي ان هم يشاركوا التفكير بتاعهم او اجابه السؤال بتاعهم في وقت متساوي، 30 ثانيه مثلا لكل واحد. think per share او time per share او رالي روبن. حلو جدا. ب help students practice several short questions. انا عندي مجموعه اسئله كبيره،
مجموعه اسئله كتير، وعايزه كل الطلبه بتوعي يتدربوا على الاسئله دي بنجاح في مراجعه نهائيه مثلا. ماشي. ده ما ينفعش فيه الانكوري. الانكوري استقصاء كبير. الحته دي كويس كويس تريد، لازم يكون الحته دي انا عايزاهم يتحركوا، عايزاهم يتدربوا على ال 20 سؤال دول يحفظوهم، لانها مثلا اسئله من اسئله الامتحانات النهائيه. ماشي. اخيرا، عايزه اسمح للطالب ان هو يفكر ويعمل انفستيجيشن. رقم 6 دي هيكون ايه؟ اخيرا، ده الانكوري او السي اي ار. برافو عليك. تمام. طيب احنا كده خلصنا. ماشي. انا عايزه اعمل معاكم الاكتيفيتي ده بس it's going to take so long. عايزين بس نعمل ايه كوميتمنت كده مع بعض. ماشي. امسحوا الكيو ار كود دوت علشان تدونا بس ريفليكشن كده وفيدباك منكم. ده على بادلت، لو عايزيني ابعت لكم اليو ار ال بتاعه، بس هضطر اخرج من الشير. هم يس يا عارفة، اسمعني. ممكن بس تعيني توجذر و رالي روم. الرالي روبن. ماشي. الرالي روبن بيبقى عندي 2 طلبة. ماشي. اقول لهم مثلا اسال انا سؤال، بيبقى جنبهم تايمر. تايم بير شير ورالي روبن، هما الاثنين تقريبا نفس الطريقة. ماشي. باختلافات بسيطة جدا. بيبقى عندي تايمر، وعندي 2 في كل بير، 2 طلبة. تمام. بسألهم سؤال، اقول لهم عايزة كل طالب يجيب لي 5 افعال ماضية مثلا. 30 ثانية الأولاني هيقول 5 أفعال، 30 ثانية تانية التاني هيقول 5 أفعال غيرهم. تمام. numbered heads together ده بتبقى جروب كامل. أفرجهم على حاجة أو أديهم حاجة يقروها، بعد كده يعملوا عليها مايند ماب. يبقى think كل واحد لوحده، بعد كده الهيدز توجذر يتعاونوا مع بعض عشان يفهموا الحاجة اللي أنا اديتها لهم دي، ويتأكدوا إن كلهم فهموها بطريقة مساوية. كل واحد فيهم بيبقى معاه حاجة فيها رقم من 1 ل4 أو من 1 ل5 على حسب عدد الجروب، وأنا ماسكة نفس الحاجة دي. أسحب رقم وأسأل سؤال، أقول جروب نمبر 1 ستودنت نمبر 2 مثلا. ماشي. ستودنت نمبر 2 يقوم جاوب لي السؤال، جاوب لي مثلا إيه أنواع الجملة. ماشي. هيقول إيه أنواع الجمل. طب ستودنت نمبر 4 من نفس الجروب، هل الكلام اللي قاله ده صح ولا غلط وليه؟ أو اديني أمثلة على النوعين اللي قالهم. تمام. الجروب التاني جروب بي، اختار 2 نمبرز تانيين واسال اسئله تانيه، وهكذا وهكذا وهكذا، بحيث ان المجموعات كلها تبقى فاهمه الدرس كله. وكل طالب مش طالب قاعد نايم، كل طالب عايز يعني هو في خطر يقدر يتسأل في اي وقت. ماشي. شكرا وفاهم شكرا الدرس بالكامل. شكرا تمام. لحضرتك. هبعت لكم دلوقتي في الشات اليو ار ال او العنوان بتاع البادلت. بليز 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 ما تنسوناش من الفيدباك بتاعكم. الفيدباك مهم جدا علشان ان شاء الله نقدر نديلكم ورك شوبس او نحسن كمان الورك شوبس بتاعتنا بطريقه افضل. وقولوا لنا ايه الحلو اللي انتوا شفتوه، يعني فيدباك كده طويله. ايه الحلو اللي انتوا شفتوه لو في حاجه حلوه، ايه الوحش اللي انتوا شفتوه، ونقدر نحسن ازاي الورك شوبس بتاعتنا في ستيميفاي اكاديمي. انا هحط الكيو ار كود مره تاني اهو. م- ادي الكيو ار كود اهو. تقدروا تمسحوه من هنا على طول، او تقدروا تتبعوا اليو ار ال اللي فيه البتاع ده. هو دي بقى المفاجأة اللي احنا محضرينها لكم. تمام. انا اوريدي حطيت اللينك. انا حطيت اللينك اهو فوق البادلت. تمام. حاطين مفاجأة، احنا حاطين لكم 2 بوكلت صممناهم فيهم الاستراتيجيز دي، وأمثلة من كل مادة من المواد. تمام. وقوالب للتطبيق. تمام. هنحط الويب سايت بتاعت ستيميفاي اكاديمي. الويب سايت www.stemifyacademy.com. تمام. هفتحه لكم اهو هنا. معلش. ادي ستيميفاي اكاديمي اهو.
ادي الويب سايت اهو، هتلاقوا فيها نحط لكم الاثنين بوكلتس فور فري، بوكلت معمول باللغه العربيه، بوكلت معمول باللغه الانجليزيه. تمام. حاضر، هعلمكم انها تعملوا بدله المره الجايه من عينيا. ماشي. البوكلتس فيهم استراتيجيز بخطوات بتاعتها. تمام. وقوالب جاهزه تقدروا تستخدموها، موجود باللغه العربيه وموجود باللغه الانجليزيه. need access for Padlets. ثواني. ثواني هحاول تاني اجيب لكم اليو ار ال مره كمان اهو. اهو. it will not need access. اهو. ماشي. ما تنسوناش من الفيدباك، جزاكم الله كل خير، علشان خاطر نقدر نحسن ان شاء الله المرات اللي جايه الورك شوبس بتاعتنا. نشوفكم الاسابيع اللي جايه، وتابعوا ساره علشان تشوفوا الورك شوبس محتاجه ايه. تمام. ما اعتقدش ان التابلت هيحتاج يعمل لوجين، اعملي لوجين عادي بجوجل. تمام. شكرا جدا، ونشوفكم في ورك شوبس جديده. سلام عليكم.